السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله خميس من تكنو اب. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن المقارنة بين نوعي الذاكرة العشوائية الاس دي رام والدي دي ار. مقدمة. النقطة الأولانية هنتكلم عن أشكال جديدة من ذاكرة الاس دي رام. أشكال مختلفة جديدة من الذاكرة الاس دي رام هي الدي دي ار أو المعروفة بالدي دي ار 1، وبعد كده ظهر الجيل التاني والتالت والرابع منها اللي هو الدي دي ار 2، الدي دي ار 3، الدي دي ار 4. نقدر نقول ان كل من الاس دي رام والدي دي ار رام عبارة عن دوائر مدمجة للذاكرة تستخدم في اجهزة الحاسب الآلي. الاس دي رام دي مجموعة من الحروف اختصار لتزامن ديناميكي وصول عشوائي خاص بالذاكرة. هو ده الاسم العام او الشائع لعديد من ذاكرة الوصول العشوائي اللي يتم مزامنتها مع سرعة المعالج المثلى المحدد عليها. يعني ايه؟ يعني الذاكرة دي بيتم مزامنة السرعة بتاعتها مع سرعة المعالج، احسن سرعة للمعالج او اعلى سرعة للمعالج اللي بيتم تحديد المعالج عليها، ودي بتسمى سرعة التردد. النقطة التانية واجهة التزامن. بشكل تقليدي ذاكرة الوصول العشوائي لديها حاجة اسمها اللي هو synchronized interface او واجهة التزامن، معنى انها بتستجيب باقصى سرعة ممكنة لكل تغيير في مدخلات التحكم. كل حركة او كل اكشن انت بتعمله في الكمبيوتر ده اسمه كنترول انبوت. الذاكرة بتستجيب للانبوت دوت من خلال رد فعل البروسيسور او المعالج. ونقدر نقول ان كل من الاس دي رام او الدي دي ار رام لديها واجهة تزامن. وفي التكنولوجيا الجديدة بتاعتها في حاجة اسمها الكلوك سيجنال، معنى اللي هي بتنتظر اشارة من الكلوك سيجنال او اشارة التردد. اشارة التردد ده نوع معين من الاشارات بيتذبذب بين قيمة عظمى وثغرة. قبل الاستجابة لمدخلات التحكم هي بتستنى بتشوف سرعة نقل البيانات الخاصة بالنظام اللي هي الباص، وبالتالي بتزامن نفسها على السرعة الخاصة بالباص. ودوت بيسمح للذاكرة ان هي يكون لديها نمط معقد من العمليات او more complex pattern of operations. دوت بيديها نظام معقد اكتر من العمليات اللي بتقدر تتحكم فيها، وده احدث او اكتر تعقيد من التزامن الديناميكي العادي اللي هو بيزامن نفسه مع سرعة البروسيسور. ودوت ايضا سبب من ان سبب قياس سرعة الرام بيبقى بالميجا هرتز وليس بالنانو ثانية. النقطة الثالثة معذرة، هنتكلم عن الجيل الاول والجيل التالي. عادة ما تشير الاس دي رام الى الجيل الاول من ذاكرة الوصول العشوائي، واللي هي ابطأ من الجيل الذي يليها وهو الدي دي ار، لان هي بتعالج او بترسل مقدار معين من البيانات بنطلق عليه وورد. ده حجم معين من البيانات بيتم ارساله كل دورة تردد او كل كلوك سايكل، وده مقياس فردي للبيانات. اما الجيل الثاني من الاس دي رام وهو الدي دي ار، احيانا بيطلق عليه الدي دي ار 1، هو اختصار ل دبل داتا ريت او مقياس مضاعف مرتين للبيانات. ويعني ان كارت الدي دي ار بيقرا ويكتب ضعف مقدار البيانات اللي بتقراها الاس دي رام العاديه. لو قلنا الاس دي رام بتقرا وورد واحده، يبقى الدي دي ار بيقرا 2 وورد، وكل بيعالج 2 وورد او بيقرا 2 وورد كل دورة تردد. ويتم تحقيق هذا عن طريق قراءة وكتابة البيانات عند طرفي إشارة التردد. احنا قلنا إشارة التردد بيبقى ليها قيمة عظمى وصغرى، هو بيقرا ويكتب عند كل من القيمة العظمى والصغرى. بعض التغييرات اللي تمت على الجيل الثاني، زي هم قللوا كم الفولت اللي بيتم تزويد بيه الرامة من 3.3 إلى 2.5 فولت. جدول المقارنة. أول نقطة فيه مدلول الحروف الأولية. الاس دي رام اختصار لسynchronous dynamic random access memory. الدي دي ار دبل داتا ريت، ودوت مفتاح نفهم منه سبب مضاعفة السرعة اللي هو دبل داتا ريت، اللي هو معدل ضعف حجم البيانات اللي بيتم ارسالها الى الرامة.
تاني نقطة الفولت، هنلاقي ان الاس دي رام كانت بتاخد كام من الفولت؟ حجمه 3.3 فولت، اما الدي دي ار 2.5 فولت. النقطة اللي بعديها السرعة، هنلاقي ان اس دي رام كان السرعة بتاعتها كانت تتراوح من 66 ل 100 ل 133 ميجا هرتز، اما الدي دي ار كانت 200 266 333 400 ميجا هرتز. ونحب نقول لكم ان الجيل الرابع او الجيل الثالث وصل لسرعات اللي هي 1066 ميجا هرتز او ما يعادل جيجا ونص هرتز من دورة التردد بتاعتها. النقطة اللي بعديها النماذج، الاس دي رام نزل منها نموذج واحد بس اللي هو 168 بن، والبنات اللي هي السنون اللي موجوده على حرف الرامه اللي بتخش في البنك اللي بتاع الرامه الخاص بيها في المظهر. اما الدي دي ار نزل منه 3 موديلات 172 184 200 بن. سنه الاصدار الاس دي رام صدرت في سنه 93، الدي دي ار صدرت في سنه 2000. عدد الفتحات هنلاقي الاس دي رام كان مشهوره جدا بالفتحتين بتوعها، الدي دي ار مشهوره بالفتحه الواحده. الجيل التالي كان الاس دي رام اللي هو كان الدي دي ار او ما يطلق عليه الدي دي ار 1، اما الجيل التالي للدي دي ار هو كان الدي دي ار 2. الخلاصه، انا احب اكد على ان لازم تتاكد من نوع الذاكره اللي بيتماشى مع المذر بورد بتاعتك، لان لازم تعرف كويس جدا نوع الرامه اللي بيبقى كومباتبل او سبورتد مع المذر بورد بتاعتك من الانواع اللي احنا اتكلمنا فيها في الموضوع بتاع النهارده. ولازم تتاكد من سرعه ان سرعه التردد الخاصه بكارت الذاكره لازم يكون متوافق او متزامن مع سرعة النظام اللي هو الباص، لو سرعة نقل البيانات، لان لو اشتريت كارت بسرعة تردد اكبر من سرعة نقل البيانات دوت هيبقى اضاعة للمال ومش تقدر تستفيد من السرعة المتوفرة في كارت الذاكرة اللي انت اشتريته. ويبقى كده وصلنا لنهاية الحلقة الخاصة موضوع اليوم اللي هو مقارنة بين نوعي الذاكرة العشوائية الاس دي رام والدي دي ار. بنشكركم على حسن متابعتكم، واستنونا الحلقة الجاية، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.